الرجوله والنخوه المصريه موجوده طبعا في الشعب المصري، لكن عشان قله الامن وقله الامان اللي موجود، فكل واحد بيقول لك لا نفسي انا ابعد ليه، ادخل نفسي في مشكله ليه. في اللي عنده مبادئ لسه موجوده وعنده اخلاق وقيم ودين لسه موجوده، اما اللي ما عندهوش اساسا بسبب الهزه اللي حصلت لنا في مصر وكلنا اتهزينا لما صدق. هي المساله مساله ان الراجل فقد عنده فكره ان دي بنتي او دي اختي. دي مساله قيم تختلف نسبتها من شخص لاخر حسب سلوكه وحسب سلوكه التعليمي والادبي والديني والمنطق بتاعه، فتختلف من واحد لواحد، ولكن هي موجوده، ولكن هي محتاجه تنميه. بيخافوا والله. حصلت معايا في الطلبيه، يعني انا مثلا كنت واحده ست راكبه في العربيه لوحدي، يعني المفروض حد يتكلم يقول دي مثلا زي اختي، يخاف عليا. مفيش واحد هشوفه بنت بتتعرض لهذا واسيبها. ابقى انا راجل جاهل، ابقى انا راجل مش محترم، مش راجل، ما عنديش اصول. هي قلت بنسبه بعد الثوره وبعد ان الامن ما بقاش موجود زي الاول، فالناس ابتدت تخاف على نفسها من الناس اللي هي بتتحرش، لان المتحرش او الانسان اللي بيعكس ده هو اكيد انسان بلطجي او انسان مش محترم. لو هي حتى نفسها محترم او مش محترم، يعني الولد يعني من تربيته، يعني لو هو متربي، لو هي حتى ماشيه عريانه في الشارع مش هيبص لها حتى. حسب البيئه، يعني مثلا لما يكون واحد من السيده زينب من بلاد دكرور من الحتت زي ديت بيبقى عنده نخوه، معلش ما اقدرش اقول المصري مش كل المصريين، لا، اللي هو اتربى على ان هو عنده عرض. مستوى السينما والافلام بتعلم الشباب الانحراف اكتر ما هي بتعلم قيم او ممكن تبني فيهم نخوه. للاسف الجيل ده ولا بيسمعوا لاهاليهم ولا تربوا منهم، كله اتربى على التلفزيون مع احترامي، اتربى على النت، فما فيش حد الاخلاق هي اللي اتعدمت. اللي احنا شفناه من شوية ده عبارة عن نتيجة نهائية، لأن احنا للأسف الجيل اللي موجود دلوقتي اللي هو جيل الأبهات والأمهات ما رباش ولاده على النخوة. الموضوع ملوش علاقة لا بحدث ولا بمشكلة سياسية ولا بمشكلة أمنية. خلينا نتكلم في الموضوع ده بالتفاصيل مع ضيفنا في الاستوديو دكتور علاء رجب، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا، ازيك يا جماعة؟ صباح الخير. صباح الخير عليك دكتور. ايه رأيك في التقرير؟ يعني شايف آراء الناس ازاي؟ بيقولوا النخوة اختفت ويمكن ما حدش أشار للسبب، يعني كله بيقول أسباب سطحية، السينما، التلفزيون، الحالة الأمنية. ايه رأي حضرتك في آراء الناس؟ احنا لما نيجي نتكلم على السلوكيات الإيجابية اللي زي المسؤولية وزي الشهامة وزي النخوة بالنسبة لازاي نربيها لأولادنا أو ازاي ان احنا نعلمها لأولادنا، لازم نرجع لنماذج التربية اللي احنا اتربينا عليها. يعني في الأصل كل الموضوع يرجع لأساليب التربية. الطفل علشان كل واحد يفهم، الطفل بيتولد بين أب وبين أم. العالم بتاع الطفل بيبقى مين؟ يعني في اول 7 سنين الاب والام، يبقى عالم بابا وماما اللي هو ال7 سنين الاولى، اللي هو كل تشكيل شخصيه الطفل اللي هو بيطلع بعد كده ايه. في نماذج التربيه ما فيش نموذج انت يا مها تقولي ايه مثلا ايه انا عايزه اطلع طفل مؤدب فلازم احط مقادير ايه على ايه عشان يطلع مؤدب، مش زي مثلا ايه وصفه الطبخ، يعني الطهي، يعني مش كتاب طبخ. لا، التربيه ملهاش تعريفات متعدده، يعني ملهاش بقى نموذج ان هنطلع منه الطفل ده يطلع فتوه. يعني مثلا ايه اب وام عندهم عنف وافلام مشاهده عنف، يبقى ده هيطلع طفل عنيف ونطلع طفل فتوه مثلا، يعني وننصره سواء عمل خلافات مع اقرانه في المدرسه، سواء كان هو غلطان او مش غلطان. فبالتالي مفيش نموذج معين للتربيه، لكن نقدر نقول ان في نموذجين احنا دايما بنشوفهم في حياتنا للتربيه. تمام. نموذج اللي هو التربيه اللي بنسميها التربيه الاستبداديه، اللي هو افعل ما اقول ولا يوجد لك راي. انا قلت كده، ودي يمكن هنلاقي الجيل نفذ وخلاص وانتهى الموضوع، نقطه. يعني انا بقول لك اعمل 1 2 3 4، نفذ الكلام ده ونقطه. النموذج ده يمكن عاش عليه ناس كتيره جدا، ويمكن ده نموذج تقليدي ونموذج قديم جدا. كانوا الاهل هم بيعتبروا نفسهم المسؤول الاول والاخير عن الاولاد في تصرفاتهم، فبالتالي بيعملوا لهم ايه؟ وقت، لو تلاحظي وقت بيروحوا فيه المدرسه، بيرجعوا وقت بيذاكروا فيه، وقت بياكلوا، كل حاجه فيه ماشيه دكتور. بس اعتقد ان دي بعد كده يعني هو الولد او البنت لما بيخرج بعد كده، خصوصا الولد يعني لما بيخرج بعد كده للحياه بيبقى ملوش راي، بيبقى طبعا شخص ده نموذج انا مسميه نموذج استبدادي. زي بالظبط كده لما اب
اب بيبقى قاعد بياكله، فابنه بيقول له انا عايز اكل قطعه من الدجاج مثلا الصدر، فيقول له لا يديله القطعه اللي تحت مثلا يعني. فاللي هو ايه ما فيش اي راي لهذا الطفل. طبعا ده نموذج سيء جدا، بيطلع شخص ملوش اي نوع من انواع الشخصيه، بيطلع جبان جدا، بيطلع خواف، بيفتقد الامان. على هذا النقيض في بقى الاهل المتساهلون اللي هم حاسين ان هم ايه طول الوقت كانوا هم صغيرين حاسين بان هم عندهم نقص في حاجات كتيره قوي، فبيحاولوا يعوضوها مع اولادهم، بس بيعوضوها بشكل مبالغ فيه، بشكل مفرط ومبالغ فيه. وده احنا نقدر نشوفه طبيعي في حاجات كتيره قوي. تلاقي ان الاب والام اهم حاجه ان هو يوفر احتياجات كتيره قوي. وعلى سبيل المثال مثلا لما يجوا تلاقي طفل جايبين له لعبه او لعبتين، لا تلاقي النوع ده من الاهل بيجيب 10 15 لعبه. فبيبدا الطفل بيلعب بالالعاب دي ويمل منها، بيحس انه خلاص ان الموضوع بالنسبه له بيطلب تاني اكتر، بيبقى عنده لا مبالاه. ده بيبقى بقى متدلع، ده اللي متدلع، ده اللي بيلبس بنطلون ساقط، ده اللي بيعمل شعره شمال في يمين ويعمل ان هو ماشي على الموضه، ده اللي في الاخر خالص بتلاقيه في الاخر لما بيكبر بيقولوا عليه ما عندوش شهامه، ما عندوش نخوه، ده اللي دايما طول الوقت معتمد على غيره، ده دايما اللي ملوش راي سليم، ده دايما المنقاد ورا جماعه الاطفال جماعه بقى اللي هم بتشرب مخدرات وكده. ما هو يعني هو ده هيكون مع يعني ده يا فندم اكيد نتيجه ان هو الولد شايف ان الحياه طول الوقت ماشيه برتابه، ماشيه على رتم واحد، كل شيء هو عايزه متاح كل شيء هو عايزه بيلاقيه. ما بيعلمش الطفل دايما بنعمل له حاجه احنا بنسميها التصحر النفسي. هي الصحراء بتدي حاجه، بتدي زرع. انت لما بتدي كل واحد كل شيء، طب هو هيفكر في ايه الطموح اللي عنده، ايه المسؤوليه اللي عليه، هو مدلل طول الوقت. ودي نماذج طبعا مش هيفكر اصلا، مش هيفكر. ومن ضمن الصور اللي بنشوفها برضو في النموذج ده، لما حضرتك بتلاقي اسره بتخرج بتاكل وتلاقي هوبا كوبايه اتكسرت، الاب قاعد على الموبايل والام قاعده على الموبايل والولد كسر الكوبايه، انه حد يتحرك منهم، محدش بيتحرك منهم. وهتلاقيها صور كتير قوي في المطاعم، ولو في اي مكان وقع حاجه بوظ حاجه بيبقوا قاعدين ما حصلش اي حاجه، لكن هم بعاد جدا عن ان هم يوجهوه. ده يرجعنا لان احنا لازم يبقى في هنا بقى في ما بين التربيه دي وما بين التربيه دي في التربيه الواعيه الذكيه. طيب. التربيه الواعيه الذكيه دي بقى اللي احنا بنقول فيها دي يا دكتور اللي حضرتك قلته ده نموذجين ادوا الى الجيل اللي هو الشباب اللي احنا شايفينه دلوقتي. اكيد طبعا. طيب النموذج ده اذا طبق على البنات هيبقى ايه؟ البنات زي الاولاد، بس هو في احنا غلط كبير جدا بيحصل في التربيه، ان احنا هنا في المجتمع المصري بالذات بندي بنديهم الاولاد الصغيرين كمان حقوق اكتر من البنات، حقوق، بنديهم جرين كارد ان هو يفعل ما يشاء، وان الولد دي مشكله ازليه، دي موجوده من زمان زي ما كان، وكأن الولد ليس له بقاره مثل البنت. يعني ما هو الولد لما بيتجرح كرامته، ما هو خلاص لما الولد بيؤدمن، لما الولد بيعمل اشياء سلبيه، لما بيسرق، لما يجي في كل ده يعني دايما النموذج البنت هي اللي بتسمع الكلام، البنت هي اللي بتذاكر، البنت هي اللي بتنجح، وكأن البنت هي النموذج اللي هي لازم تعمل ده، والولد يعني المفروض هو كمان يذاكر وينجح ويبقى كويس. وانت عارفه في كلمات بتقتل ولادنا، يعني برضو ناخد بالنا، ودايما كل اب وكل ام ده ولد، دي بتقتل حاجات كتيره جدا في بنتك. ومع ذلك تيجي تقول لك البنت حبيبه، نيجي نعوض، احنا مجتمع تعويضي جدا، البنت حبيبه باباها، بنوتي الحلوه دي بتحب بابا، البنت هي اللي بتعمل، البنت دي بتدخل الجنه، البنات بتدخل نماذج. احنا بس هو بيعوض بحاجه ملهاش علاقه بدي خالص، فهو دي مش بتعوض عن ده، هو دايما بيدوها احساس ان هي اقل منه، او يعني انا نفسي بس الناس تفهم يعني ربنا خلقك زي ما خلقها، ودي يعني اثنين بيكملوا بعض، وده على فكره مش حد اقل من الثاني. في المجتمعات الارقى ثقافه ما بنلاحظهاش قوي بصراحه. نتكلم عن المجتمعات، يعني في المجتمعات الارقى ثقافه، المجتمعات المتوسطه والمجتمعات اللي تحت المتوسطه تلاقي موضوع انجاب البنات كارثه غريبه جدا. وحتى دايما حتى في الافلام والدراما جاب ولد ولا بنت، حتى لما يجي ولد عنصريه شديده، البق اتفتح للاخر، ولما يجي ولد تلاقي الوجوم
وكانها صدمه. ودي طبعا احنا موروث. معقول يعني احنا لسه لغايه دلوقتي بنفكر ده جاب ولد ولا للاسف عموما يا دكتور خلينا نرجع للموضوع بتاعنا تاني. خلينا في التربيه. التربيه اللي احنا عايزين نوصل له ان في ناس كتير بتقول ان الشباب اللي موجوده دلوقتي الجيل اللي ربى هو مش يعني ما رباش بطريقه سليمه. خلينا نكون صراحه مع بعض. طبعا مش زي ما اجدادنا ربوا اهالينا، وده مش يعني مش نموذج ان لازم يعني هم يربونا زي في شويه حاجات كده احنا بنسميهم ايه يعني بصمات سحريه في التربيه. اولها الصدق. تمام. يعني بس يا دكتور في نقطه انا عايزه اعرف احنا ليه يعني الشباب بقوا كده؟ يعني الاهالي عملت ايه غير موضوع الدلع وغير موضوع الافراط في الاستبداد بالشكل ده؟ رفعوا شعار نحن مشغولون باشياء اخرى دون اولادنا، نحن مشغولون بجمع المال. نحن نعيش اللي انا بتكلم عليهم مش الجيل الابهات والامهات الصغيرين اللي موجودين دلوقتي، انا بتكلم على الجيل بتاع ابهاتنا وامهاتنا احنا مش اللي هم جيل الستينات وجيل السبعينات. لا ابهاتنا وامهاتنا لا لازم نختلف. الجيل بتاعنا احنا غير الجيل اللي احنا شايفينه في الشارع دلوقتي. منتهى. لا الجيل بتاع ابهاتنا وامهاتنا احنا دايما بنسميهم ايه؟ الاهالي المناضلون. الاهالي المناضلون اللي هم كانوا بيعملوا كل حاجه لراحه اولادهم، كانوا بيشتغلوا عشان ولادهم، كانوا بيعنفوا وكانوا بيطبطبوا، واخده بالي؟ كانوا بيدوا ثواب وكانوا بيدوا عقاب. كانوا ليه في بقى دلوقتي يعني شباب ما كانوا بيدوا بقى اهم من ده كله. الشاب يا دكتور اللي عنده عمره دلوقتي 20 سنه 25 سنه فقد النخوه ليه؟ ما هو ده نتيجه التربيه اللي احنا بقى التربيه الخاطئه. هو بقى الجيل لا ده جيل لسه قريب، ده جيل الثمانينات اللي بتتكلمي عنه. احنا جيل قبل ده شويه جدا. لا انا بتكلم عن لا بس في برضه يعني هم برضه عملوا بعض الاخطاء. يعني اخطاء اللي يمكن كان الطفره الزمنيه كان فيه اختلاف شديد جدا، فيمكن كان فيه شويه لخبطه. فالجيل اللي هو بتاعنا احنا اللي جه عنده شويه لخبطه، اللي بعدينا بقى اتلخبط زياده. بس الفكره انه حصل في الفتره الاخيره يعني نقدر نقول سوء اخلاق في المجتمع بين الشباب. يعني بقى في سوء الخلق بقى موجود بقى اكتر، بقى موجود في صور كتيره جدا، بقى في شكل، في المظهر، في السلوك بتاعه. ده نتيجه ايه اصلا؟ ده نتيجه التربيه الخاطئه، نتيجه ان الاب والام ما عندهمش وقت ان هم يوجهوا اولادهم الى الطريق الصحيح. دايما نقول ايه؟ دايما اقول خليك اكتب سيناريو ابنك، ما تخليكش كومبارس في السيناريو بتاع حياه ابنك. يعني دايما انت ايه بتسال هو بكام وبيتكلف كام، في جمل كده معينه. لا ابني راح فين النهارده، عمل ايه. استحاله تلاقي اب وام مهتمين بابنهم دراسيا وعارفين مواعيد الدروس بتاعته وعارفين مواعيد الامتحانات بتاعته، وتلاقي الولد فاشل. لكن انت تلاقي بس ممكن يبقى ناجح في الدراسه وفاشل مجتمعيا. طب وده يبقى ايه؟ لا انا بتكلم على ان هو رباه بشكل معين. لا يعني رباه، احنا بنتكلم على ازاي ان هو حسن اخلاقه. من ضمن تحسين اخلاق ان هو شاطر في المدرسه. يعني اكيد معظم الناس، على فكره معظم الناس المتفوقين في الدراسه هم اخلاقهم كويسه. يعني هتلاقي نسبه لا هتلاقي نسبه كبيره جدا. مش مقياس الانضباط القيمي، الانضباط السلوكي عنده، ان هو بيروح المدرسه بيذاكر، ما بيعملش دوشه، ما بيعملش ضوضاء، ما بيعملش مشاكل في المدرسه. هتلاقيه معظم الفئه دي هتلاقيهم ان هم فئه منضبطين. في الدراسه. في بقى سلوك معين بيعمله الاب والام موجودين اللي هو نتج عنهم الناس الشباب اللي احنا بنشتكي منهم دلوقتي، او اللي الناس كمان كانت في التقرير من شويه بتشتكي منهم. ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان هو بيبقى الاب قاعد بيتفرج على التلفزيون، فهو نفسه، انا ما بقولوش سايب التلفزيون، ده هو قاعد معاه، هو نفسه بيعلق تعليقات معينه. دي اقول لك على حاجه، دي حته مهمه جدا لازم تعرفيها. احنا بنقول الاب والام، احيانا الاب ما تعرفش ابنك انت مين، هو شايفك طول الوقت ومكون انطباع عنك ان انت مين، شخصيتك ايه، من خلال كل تصرفات انت معمول عليك سبوت طول الوقت. الاب بيقعد يقول لابنه بلاش تقول الالفاظ دي، وهو اول ما بيبقى ماشي بالعربيه وحد بيجنح عليه بيروح قايل الالفاظ اكتر منه، بيبقى قاعد قدام التلفزيون. لا انا قصدي يا فندم فقدان النخوه نفسها، ان هو مثلا بيشوف حاجه في التلفزيون او بيشوف واحده في التلفزيون فبيعلق عليها تعليق معين، بيبقى ماشي في الشارع فهو الاب نفسه بيقول للام، يبقى الولد قاعد معايا مثلا في العربيه او ماشي معاه في الشارع، بيقول لها بصي فلانه دي عامله ازاي، بصي فلانه لابسه ايه.
الحاجه الثانيه ان هم ساعات بيشوفوا واحد مثلا بيعاكس واحده في الشارع فيقول له احسن اصلها مش عارف كذا، اصلها لابسه كذا. الولد الصغير اللي احنا شفناه، احنا في مصيبه على فكره، الولد الصغير اللي احنا شفناه في التقرير اللي بيقول لابسه محترم ومش لابسه محترم، ولد عنده 11 12 سنه بيقول لابسه محترم ومش لابسه محترم. ما دي من ضمن الحاجات يعني؟ من ضمن الحاجات السلوكيات الخاطئه. ما احنا يعني دي حاجه طبعا ده مش ممكن يكون جاب الكلام ده من نفسه، ده سامع اهله بيقولوا. ده بقى لما ان شاء الله يكبر شويه واحده تتعاكس قدامه هيعمل ايه؟ يمشي ويسيبها. هيمشي ويسيبها، لان هو اتعلم. ما انا بقول مين مصدر التعليم بالنسبه له؟ الاب هنا هو مش قدوه يا مها، يعني ما عندوش القدوه. يعني الاب ما كانش هو القدوه الاساسيه لابنه في المواقف دي. ولذلك احنا دايما بنقول خلي بالك جدا. يعني الموقف اللي انت قلتيه دلوقتي ده موقف كارثي بالنسبه لتربيه الاطفال، لانه هو الابن شاف النموذج ده سلبي للغايه وخده واقتنع بيه وبدا يكبر معاه. لما يجي يكبر زي ما انت قلتي، واحنا دايما بنقول ارسم الطريق لابنك، ارسم له الطريق كويس قوي وعرفه ايه الصح، عشان لما يكبر ما يحيدش عنه، ما يروحش شمال ولا يروح يمين. لازم يكون انت ايجابي معاه. لازم تفهمه لا ان انت حسن الخلق في الموقف اللي زي ده، ان انت اصلا تغض البصر بقى. لو انت بتتكلم انت ما تشوفش دي مش منطقه. انت لما بتلاقي حد بيتكلم بطريقه مش كويسه وفي الشارع، لا انت تقدر تمنع الاذى ده، امنع الاذى ده. لازم ان انت لما تلاقي واحده حد بيعكسها او بيتحرش بيها، المفروض ان انت تكون ايجابي. المفروض ان انت تحاول ان انت تنقذها. ده عن طريق مواقف اللي بيعملها مين؟ الاب هو اللي بيعلمها لابنه. يعني هي برضو خلي بالك، هو نموذج وسلسله كله بيربط في بعضه في الاخر. يعني الاب هو قدوه، الاب صادق في الكلام اللي بيقوله، الاب نموذج لابنه ايجابي، هيطلع الابن كده. استحاله يطلع الاب نموذج سلبي وهيجيب منين وده بينطبق برضو على يعني برضو الام. اصل الام كمان بتساهم في ده كتير. هقول لحضرتك على موقف بيحصل في المدارس كتير جدا، وفي النوادي وفي الاماكن اللي بيبقى فيها تجمع اسر. يعني مثلا بيبقى الام ليها معتقدات معينه، بتودي ولادها مدرسه، يعني المدرسه بيبقى فيها كذا طفل، معتقدات معينه، بيبقى ليه طريقه لبس معينه، شكل معين، فبتبتدي ان هي تشحن الطفل ده ان اللي لابسه غير ما الام دي لابسه ست مش كويسه. بالتالي ان هو بيلاقي بعد كده ام زميله او ام صاحبه لابسه بالطريقه اللي الام دي بتقول عليها، يعني دي مثلا لابسه طويل فالثانيه لابسه قصير، فبيبتدي يروح يقول له لا ده والدتك كذا، ده مامتك كذا، بيتبني عنده حاجه معينه. انا ليه بقى اخلي الطفل ياخد باله من حاجه زي دي اصلا؟ يعني دي من ضمن الاخطاء القاتله اللي احنا الكلمات اللي بنقتل بيها اولادنا، ان احنا نقارن نفسنا بالاخرين، وان احنا نرسم صور سلبيه الطفل عنده 4 سنين 5 سنين ياخد باله من لبس واحده ست ليه؟ اذا كانت هي لابسه طبيعي ولا لابسه ليه يعني؟ ما هو ده دي الامهات اللي هي نقدر نقول عليهم يعني ان هم ما عرفوش قواعد، يعني اللي احنا بنقول عليهم ما عرفوش قواعد التربيه السويه. ما دي من ضمن الاخطاء. ما فيش بقى نموذج معين بقى للاخطاء ان هو ياخد باله من دي او ياخد باله من دي. الام برضو خلي بالك، ام زمان اختلفت عن ام دلوقتي يا مها. بقى الام بتاعت دلوقتي ام دلوقتي ان اهم حاجه عندها شغلها وعندها الميك اب وعندها النادي وعندها وبتنسى اولادها. لا ما انا هقول لك ده الام بتاعت زمان اللي خلفت الولد اللي عنده 15 سنه ولا 20 سنه، ما دي ام زمان برضه. لا 25 سنه ده جيل. لا ما انا عايز اقول لك لو الام تخلت عن امومتها، ما انت بتقولي لي ايه الاسباب اللي وصلنا بيه لكده. الام لو تخلت عن امومتها بجد وتخلت ده وراحت ودت ابنها الحضانه وهي مش فاضيه له خالص، ما هو هيطلع ايه؟ هيطلع شخصيه مذبذبه، هيطلع شخصيه غير مسؤوله، هيطلع شخصيه ما عندوش راي. ما احنا برضو لازم نقول زي ما في امهات. يعني انا مثلا امبارح من يومين في ام تقول لي انا سبت شغلي وسبت الدنيا كلها عشان خاطر ولادي، ومتعلمه واخده ماجستير واخده دكتوراه وتعلمت. مش ايجابيه دي يا دكتور؟ لا ايجابيه اقول لك انا ايجابيه في ايه؟ ما احنا هنتكلم في النماذج. لو الام عندها فرصه ان هي احنا نختلف ونتفق في بعض الاراء. لو الام عندها فرصه ان هي تقدر ان هي تربي ولادها دون ان يكون حدوث خلل مادي داخل الاسره، خلي بالك لما مفيش خلل مادي والام هتقدر ان هي مؤمنه تماما بان هي ولادها محتاجينها اكتر في الفتره دي، دايما احنا بنقول ايه؟ وانا ليه ما اكونش قدوه لاولادي؟ ما احنا بنقول ايه كخبراء تربيه؟ اكتر شيء وقت الطفل محتاج حب ورعايه واهتمام هي السنوات الاولى، من اول ما بيتولد لغايه ما بيدخل المدرسه. هسال حضرتك سؤال، ليه بقى ست البيت اللي هي قاعده في البيت طول الوقت، اللي انا كنت بقول لحضرتك عليها من شويه، اللي بتربي غلط وبتربي على اسس وعلى فكره خريجه جامعه وكل حاجه، اللي هي مش الام الجديده خالص اللي عندها طفل 5 سنين و6 سنين، الام اللي قبلها بجيل مثلا
خلينا نقول اللي قبلها بجيل، اللي عندها دلوقتي واحد طفل عنده 20 سنه 22 او 23 سنه. طب ليه دي بقى؟ ما هي قاعده اهي في البيت وربت واتفرغت تماما وسابت الشغل وسابت كل حاجه وجايبه طفل ولد متحرش، مش طفل بقى. لا الام دي مش هنظلمها لوحدها، مع الاب دي خرجوا الناتج السلبي اللي انت شايفاه نتيجه ايه؟ اخطاء في تربيتهم هم، مش في النموذج. انا ما بكلمكيش ان الام يبقى مالهاش علاقه بقى بشغل الام يا دكتور. مش انا بديكي على نماذج معينه، مفيش نموذج معين. في انا بكلمك على ان في بتعرف يعني ايه معنى تربيه الاطفال، واخداه فن، عايزه تربي ولادها بشكل معين، عايزه تهتم بيهم بشكل معين، وعندها القدره ان هي تتفرغ ليهم. ده مش وحش يعني، ده ايوه هو ده مش بكميه الوقت اصلا. ممكن اكون قاعده في البيت والولاد قاعدين وانا ما بربيش برضه، ممكن زي ما انت بتقولي، لكن في مش كل واحده زي الثانيه. مش احنا اتفقنا في الاول ان مفيش نموذج هنقدر نقول عليه النموذج ده. في حضرتك انت بتقدري تعملي 3 اعمال، في واحده ثانيه ما تقدرش تعمل غير عملين واحد، في واحد يعمل 4 اعمال في اليوم. طيب يبقى ده يعني على حسب الفروق الفرديه ما بين كل واحد. انا بتكلم على ان انت زي ما انت بتقولي ممكن ساعتين انا بديهم لاولادي، بس بعمل كل شيء عليا وبعمل مواقف تربويه. انا مش مختلف معاكي في ده ولا انت مختلفه معايا في ده. احنا بنتكلم على احنا بنعمل ايه عشان خاطر ولادنا. يعني في ناس زي ما انت بتقولي قاعده في البيت وما بتربيش، وفي ناس قاعده بتاكل مع اولادها وما بتربيش، في ناس بتركب العربيه وما بتربيش، رغم ان هي ممكن تربي في العربيه، وممكن هم قاعدين ياكلوا، وممكن هم قاعدين في مشوار، وممكن هم في البيت. لكن فين المواقف التربويه؟ هي مواقف، اصل انا مش بحدد وقت للتربيه من الساعه 10 للساعه 11. لا ما بحددش. انا بتعامل هو ازاي الطفل او الولد بيشوفني بتعامل. انا بديكي نماذج للاهتمام والحب. الام اللي زي ان هي تكون مهتميه جدا. يعني واحده بتكلمني على طريقه اللي انت بتكلمي ان احنا بناخد مشاكل ونحلها، تقول لي بنتي للاسف الشديد بتكرهني جدا وبتسرق حاجاتي. يعني بنتها بتعتبرها عدوه ليها، بتقول لها بتكرهني جدا وبتاخد حاجاتي رغم ان انا مش عايش عنها حاجه. تعالي بقى شوفي النمط دول عايشين مع بعض ازاي في البيت. تقول لي يا دكتور لو سمحت اعمل حلقات عن الموضوع ده، عن ازاي سرقه الاطفال. لو انت شفتي نموذج زي ده، لما يكون في بيت وفي فلوس وفي كل حاجه، والعلاقه بين الام وبنتها علاقه متضاربه جدا، تعالي شوفي النموذج ده، ان البنت بتكره مامتها. تعالي شوفي ليه. لو شفتي الحياه اللي بينهم، ان الام ما بتسمعهاش، الام ما بتقدرهاش زي اخواتها. وذلك من ضمن الحاجات السيئه اللي دايما كل الاباء عندهم تفضيل لابنائهم، ولكن ده غير معلن. يعني في يبقى عنده 3 4 اولاد بيحب منهم واحد، او ده تتفقي معايا فيه ولا لا؟ بيحبوا قوي بزياده شويه. تتفقي معايا على كده؟ يقول لهم ايه؟ انا بحبكم كلكم زي بعض وانت كذاب. سوري يعني انت كده ما بتحبوا، لان في واحد منهم عارف ان انت بتفضل اخويا الصغير اكتر مني، او بتحب اختي او الى اخره. لازم يقول لي احبكم كلكم جميعا. يعني نغير الجمله، انا بحبكم كلكم، لكن مش ضروري اقنن، مش ضروري يبقى حبي مشروط. مش يعني في كلمات كده في التربيه احنا برضه لازم ناخد بالنا منها وتعمل مشاكل كتير. لو رجعنا لطريقه تعامل البنت مع والدتها، هنغيره ازاي السلوك ده؟ نغير ازاي السلوك؟ نديها اهتمام، نديها حب، نديها امان، نديها فلوس نقول لها اشتري. يعني في نماذج نقدمها لها. بس ده نموذج. انا بقول لك ما احنا يعني بنعالج نماذج. وقد تكون الست دي ممكن تكون ما بتشتغلش. أو ممكن لا يعني احنا على حسب. احنا مش بنقول ننظر قضيه ان هي تشتغل او ما تشتغلش. انا قصدي متفرغه يعني ممكن تكون متفرغه وما بتسمعش وملهاش مزاج تسمع. دي ام بقى عايزه تتعالج. ان الاب والام يكونوا في النموذج عشان يطلعوا لنا صح، زي موضوع حلقتنا. يطلع لنا واحد عنده مسؤوليه، يطلع لنا حد عنده شهامه. الاب والام يتفقوا ان ده مشروع العمر، وان هم عايشين عشان خاطر ان هم يوصلوا ولادهم الى بر الامان، يوصلوهم للمسؤوليه دي. احنا كمان يا دكتور في يعني موضوع فقدان النخوه ده لحاجات كتير جدا وعوامل كتير جدا ممكن تكون خارجه عن ارادتنا احنا، والموضوع موجود في المجتمع نفسه. بس انا الجيل بقى اللي طالع ده الجديد عايزه اعلمه النخوه. ما اقدرش اجيب طفل صغير واقول له انت لازم يبقى عندك نخوه ولازم تحوش عن واحده بتتعاكس او كذا. الطفل الصغير ده اعلمه المبادئ دي ازاي؟ يعني مبادئ النخوه ازاي؟ تعلمي او من غير مبالغه، علشان لو بالغ فيها هيبقى متشدد. انا عايزه لا يعني طبعا يعني تبقى بطريقه في التربيه احنا ما بنفضلوش. يعني كخبراء في علم النفس، نموذج المبالغه اصلا في تقويم اي شخصيه او في تغيير اي شخصيه ده نموذج مرفوض تماما. نموذج المبالغه، لانه بيحصل بعض التشدد وبعض الامراض النفسيه نتيجه المبالغه في اي شيء انت بتحاولي ان انت تكسبيه للطفل. لكن احنا الطفل اول شيء نحسسه بنفسه، نسمعه.
خلي بالك اهم مشكله عند الطفل عشان هو بيعمل اي سلوك في الدنيا ان محدش بيسمعه، بيحاول يلفت النظر، بيحاول يلفت النظر جدا جدا. انت عارفه الطفل بيروح المدرسه بيعمل مشاكل ليه؟ عشان يقول لاهله ايه؟ انا موجود، انا موجود، خلي بالكم مني، رساله كده يا جماعه، كلموني. الطفل ذكي جدا 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 جدا. نمره 2 ان انا لما اجي اطلب منه حاجه مشروط، يعني ايه مثلا ما يقوليش يا بابا انا هذاكر، خلي بالي من ده، لو انا هذاكر بس نخرج بعد ما نذاكر، او انا هنروح النادي. بتذاكر لنفسك مش بتذاكر انت بتعلمه لازم تفصل ما بين الواجبات اللي عليك والمسؤوليات اللي عليك وما بين انا مكافئاتي ليك بالنسبه لك ايه. ما دي الاخطاء المهمه جدا. لازم احسسه ان انا يعني اطلعه شخصيه سويه بقى، ان هو ايه ما احسسوش بالاضطهاد. يعني مثلا ايه ما اقعدش طول الوقت اقارنه باقرانه، شفت ابن عمك عمل ايه، شفت ابن خالتك عمل ايه. ده بيقتل الطفل، ده بيطلع لنا نموذج يعني خانع ونموذج خواف ونموذج جبان، ما عندوش اي ثقه في نفسه، حتى لو عنده يعني حتى لو عنده مواهب او عنده قدرات ما بيبقاش عنده ثقه فيها. لازم احترم قدراته ومهاراته كويس جدا. لازم طول الوقت، وانا الحب يا جماعه اكتر شيء بيوصل للابن عن طريق العينين. يعني الابن فلازم يبقى في نظره عين للابن، بيطبطب عليه، بيحن عليه. ده بيبان جدا جدا من نظره عين الاب لابنه على فكره. ده مهم جدا. يعني انت تكوينك الفسيولوجي بيبان جدا جدا انت بتحبه ولا ما بتحبوش. لازم تهتم بيه في مواعيد النادي بتاعته، يعني لازم يعني يكون ليه شخصيه. اهتم بيه في الحاجات اللي تهمه ايا كانت ايا كانت. بتصادقه في ماتش كوره، بتنزل بتقعد تلعب معاه لعبه، على فكره ده مش عيب. تمام. احنا لازم نحاول ان احنا نقرب لمستوى عقل ولادنا، مش نستنى لما هم يطلعوا مستوى عقلهم لينا. نحاول ان احنا يعني نزرع فيهم القيم دي من غير ما نقول لهم دي قيمه، او بطريقه اللي هي اوامر او ارشادات. لان الطفل عمره ما هيسمع منك اوامر خالص على فكره. التربيه ولا بعد كده. بس التربيه القايمه عن الاوامر دي تربيه سلبيه جدا. انت بتقول له اعمل، لا انت تقول له ايه؟ يعني مثلا انت عايز يعمل حاجه يقول له ده من الاجمل قوي ان انت لو انت النهارده لا ليها الحقيقه عده خلصت الاجمل قوي ان انت تخلص النهارده الفصل الاول والثاني من المذاكره، عشان تقدر انت بعد كده تخلص الواجب في ماده اخرى. لو انت بجد مارست الرياضه دي متهيألي هيبقى احسن جدا لو انت عايز توجهه رياضه معينه. لكن في اباء مارس الرياضه دي يا اخي هو يعني هو عموما دكتور لسه يعني في مش بتبقى كويسه ان انا اقول له اعمل حاجه بطريقه الامر والنهي بالطريقه. بس انا عايز اقول لك على حاجه يا جماعه، لازم نكون عندنا فن في التربيه. يعني ايه ما يبقاش عندنا، اصل خلي بالك لو الواحد خد الموضوع عبء تقيل على نفسه مش هيستمتع بان هو يربي ولاده، مش هيستمتع ان هو يعلمهم، مش هيستمتع ان هو يوصل معاهم للنتيجه. لو خد الموضوع اللي هو ايه اب بقى ومستني نتيجه اخر السنه او مستني منه سلوك معين يغيره، هي مش هتبقى كده ابدا. هو انت لازم تحس ان انت شريك معاه في حياته، لازم ان انت تعمل له استراتيجيه كده تربويه تحسسه بقيمته. صحيح. عموما يا دكتور يعني هو لسه الحقيقه كلامنا عن التربيه واسس التربيه ما خلصش، يمكن احنا محتاجين وقت اطول، ولكن للاسف انا وقتي خلص. انا بشكر حضرتك على النصائح دي، شكرا جزيلا دكتور علاء رجب، استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الاسريه. شكرا لك، شكرا جزيلا. مشاهدينا انتهى الجزء الثاني من فقره احوال الناس، وبعد الفاصل مصر الحلوه. ابقوا معنا.